هلا هلا، السلام عليكم. معكم زين كله. بسوي معاكم دياي بالكريمة والعيش الأخضر بالشمنت. وايد لذيذ، وايد وايد ما تتخيلون. جربوا. خلينا نسوي مع بعض. نحط أول شي زيت، وبعدين نحط البصل، نحمسه طبعا ضروري. بس يذبل راح أضيف عليه صدور دجاج أنا متبلتهم بالروب والثوم والبهارات والخل. ضروري تتبلينهم عشان ما تطلع فيه كلش زفرة. تخيلوا يقعد يعني اليومين ما في زفرة. عقب ما حمستهم راح أضيف عليهم الثوم، وراح أضيف عليهم البهارات اللي هو بهارات مشكلة وفلفل أسود وكمون وبابريكا، وأحمس. طبعا كل ما تحطين شي احمسي. بعدين راح أضع عليه زنجبيل ناعم، وهم أحمس، وشوية من صلصة البرياني إذا توفرت عندك حطيها، ما توفرت مو ضروري. هي الحمسة راح تكون لذيذة. بعدين راح أضيف عليه هذه صلصة الباستا أو صلصة البيتزا، نص علبة كيفكم، وكوب من الكريمة أو نص كوب حسب الكمية طبعا. تحمسينه كذي لين تشمين الريحة. نضيفين عليه خضار مشكلة وثلاث شرايح من جبن سلايس بهالطريقة. وآخر شي راح أضيف عليه بطاط مقلي، وهم أحرك. خلاص يعني يعتبر هو ناضي عندك الحين، كل شي نضى معاك، بس يبيلها تسبيكة. توها الريحة لو تشمونها راح تدمنونها والله. الحين بسوي معاكم العيش. راح أحط زيت، بصل، وحطيت شبنت هذا مثلج عندي، والبصل طبعا أحمس عدل كذي. يا تحط البصل قبل عقب شبنت، يا عادي تحط الشبنت بعدين تحط البصل. أنا حطيت شبنت قبل لأنه مثلج، وحطيت بهارات مشكلة، وأبدأ أحرك بهالطريقة. ترى وايد سهل، كل اللي قاعد أسويه سهل، بنات صغار يسوونه والله. راح أضيف عليه العيش بسمتي منقوع. طبعا العيش بسمتي مو أقل من نص ساعة تنقينه. الحين ضفت عليه ماي حار يغاطيه، بس أحرك وأحط لون أخضر عشان يعطيه لون. جوانب العيش اللي بالجدر كلها راح تنزل، وبس يشرب مايه يخليه يتسبك، وراح أقدمه. بنات لا تطوفكم هالطبخة، وايد لذيذة. سويناها برمضان مرتين من كثر ما هي حلوة. اللي طلبتها حطيتها لك، وجزت معانا، وزينتها بالبصل المقلي واللذيذة ولذاذة لذاذة. جربوها.